واحد بيرفع قبعات بقول للجيش الشعبي برافو. الجيش الشعبي برافو، التحيه للجيش الشعبي، لكل المنظومات الامنيه حقيقه، وللسلطه القضائيه والنيابه والقضاء حقيقه. نقول للجيش الشعبي برافو برافو برافو. نحن لما راهنا لم نراهن حياتنا على حصان قاصر نحن او حصان خاسر. نحن لما راهنا الجيش الشعبي نحن رمينا رهان بتاعنا على حصان جواد ينتصر دائما. حقيقه نقول الجيش الشعبي برافو برافو. الجيش الشعبي انتوا افشلتوا المخطط برغم كان الصدمه كانت حقيقه الصدمه. انتوا يعني حقيقه اتعاملتم بوضع، امتصيتوا الصدمه ورتبتوا اوراقكم والحقتم الهزيمه كويس للعدو، والان العدو بجرأه زي للهزيمه كويس. المخطط اللي عملوه ده نحن كتبناه قلنا لهم هي عباره عن صداع، لاننا بنثق في الجندي بتاع الحركه الجندي بتاع الجيش الشعبي. عرفنا جندي لا يستهان به، جندي يجيد المعارك في كل الظروف الصعبه. حقيقه انا اقدر نقول للجيش الشعبي ولقوات الخاصه عملت اجلاء للرهائن، نرفع لكم القبعات انه قدرتوا تجلوا مواطنين اللي كان مسكوهم رهائن في ايادي المتطرفين. قدرتوا تديروا الحته دي واجليتوا المواطنين الرهائن، قدرتوا تجلون بعمليه يعني يضاف الى سجلكم، يضاف لكم يعني كنجمه بامتياز الجيش الشعبي. نقول لكم برافو، انتوا قدرتوا تجلوا مواطنين، قريب الاف المواطنين كان رهائن، قدرتوا تعملوا عمليه اجلاء في مشهد بطولي، في مشهد يخلدوا التاريخ. حقيقه نرفع لكم القبعات، نقول لكم الجيش الشعبي برافو. التحيه للقوات الخاصه، التحيه لقوات الموبايل فوس، التحيه للجنود الاوفياء البواسل، التحيه للقاده الجنرالات انه اداروا الازمه ده. يعني بنرفع لكم كل الاحترام. حقيقه انتوا هرم، انتوا املاك، انتوا اكدتوا للناس انتوا عمالقه. يعني ما بيجي مجرد صعاليك يعني من اولادنا اللي استخدموا مركز يجي يمارس هذا اللعب الغزر وينتصروا علينا. حقيقه نحييكم للمجهود اللي بذلتوه. والثانيه الرساله ده نقوله نحييكم حتى قدرتوا تحيدوا من الناس المتطرفين. في ناس سلموا سلاحهم، قدرتوا تحيدوهم بكل التكتيكات، قدرتوا تحيد جزء الحته ده نشيل له يا رفاق. واتمنى الرساله ده يصل للرفاق الان الموجودين في الاماكن اكس 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 اكس. القوه الان المتمانعه ده لابد تارد التيار المتطرف. ده كلام التيار الان الممانع الذي رفض انه يسمع الكلام السلمي ويسلم، ده التيار المتطرف، ده المجاهدين. الكلام ده يصل في بريدكم، ده المجاهدين. لا تهاون معهم ولا تساهل تتعامل معهم يعني بالهزم. ده المجاهدين، ديل عندهم مدجنين بفكر بتجهات، بيعتقدوا لانه في خلايا بتاع مجاهدين تم ادخالها. ما قلنا الكلام ده وكلامنا ده عارفين تماما. الخلايا الموجوده الان اللي هي الان بتمسك بالخنادق دي، الخلايا دي ده المجاهدين. ده خلايا دي تتعامل معه بكل حذر وحسم، ده تتعامل معه بحسم طوالي. اما الناس المسكوا الجاء برضه سلموا سلاحهم، انا عارف يعني انتوا سيد العارفين. وانا داير نقول انه في الجزئيه دي في مواطنين فعلا تم اجلاهم. اتمنى الرساله دي فعلا اول حاجه نتمنى المنظمات الانسانيه تتدخل، لانه الوضع حرج. في مواطنين تم اجلاهم، في ناس عيانين، في ناس دايرين كل الدعومات حقيقه يعني. وده الرساله برضه تصل لاصحاب الشان، المنظمات الانسانيه تقدم العون. اما المواطنين يلتزموا بالتوجيهات جهاز الامن، يلتزموا بالتوجيهات. يعني جهاز المواطنين نحن في الحرب ونحن عارفين في الحرب خلق جوانا حاجات كثيره، يعني نحن عارفين دقوا فينا الاسفين وكان غرض انه يشقوا مجتمعاتنا، لكن الحمد لله الامور ده حسمت. المواطنين يلتزموا بتوجيهات اجهزه امن الدوله، يلتزموا بتوجيهات المنصوصه من الرفاق هناك، تمسكوه باماكن التنفيذ. و